الخلاط وكبينا عليها وحاطين عليها السكر بتاع الكريم كراميل اللي عامل الرسمه اللي فوق على الوش اللي انتوا شايفينها ديت اهيت اللي انتوا قدامكم دلوقتي. ودلوقتي هنقطع منها حته اهيت نشوف شكلها ايه من جوه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهيت يا جماعه اهي حته اهيت، شوفوا شكلها. عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده يا جماعه ابن زياد ابو لسان طويل بيقول له يا بابا هو كل يوم لحمه وفراخ واكل وخلاص، هو الحاجه الحلوه دي هتتزرع وهتطلع امتى؟ ولا مفيش حاجه اسمها حاجه حلوه كده؟ فانا استغربت وبصيت له كده قلت له يعني ايه حاجه حلوه يا زياد؟ قال لي حاجه حلوه يا بابا يعني اي حاجه حلوه بقى، حلويات اي حاجه يعني، انما كله اكل اكل اكل. ولا انت يا بابا ما بتعرفش تعمل حلويات؟ طبعا انا عايز اقول له ربنا يستر يا زياد، بس طبعا قلت له لا عيب يا زياد، انت بتقول ايه يا زياد؟ فقلت له خلاص يا زياد انا النهارده بقى هعمل لك حلويات اسمه جاتو شاتو. انا فوجئت لقيت الولد عنبه رقت وقال لي انت بتقول ايه يا بابا؟ ده عربي؟ اهوت شمال كده ولا اعمل اي حاجه كده ولا اسمه جاتو شاتو. قول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي فيومي. المهم هنخش على طول في الموضوع عشان نشوف احنا هنعمل ايه. اولا كوبايه ونص دقيق، كوبايه سكر، كوبايه زيت، بيضتين، كيس بودر، كيس فانيليا. وده يا جماعه كريم كراميل. الكريم كراميل ده بيتكون من عباره عن كيس البودر ده وده كيس السكر. احنا هناخد بس البودر ده نحطه على الخليط. يلا عشان ما نطولش عليكم لان بيقولوا ان انا برغي كتير، فاحنا هنبدا دلوقتي. هنسمي الله اهوت ونخش. يلا دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. هنجيب الخلاط اهو وهنبدا نحط المكونات. اولا هننزل باللبن اهي، كوبايه لبن وكوبايه سكر اهي وكوبايه الزيت اهي. تمام. وحطيت اهوت البودر بتاع الكريم كراميل اهو اللي في الكيس اللي احنا قلنا عليه. يبقى احنا دلوقتي حطينا كوبايه اللبن على كوبايه السكر على كوبايه الزيت على البودر بتاع الكريم كراميل. دلوقتي يا جماعه زي ما انتم شفتوا مهمت الخليط اهو بعد ما ضربنا كله على بعضه، السكر والزيت والبودره بتاع الكريم كراميل وكوبايه اللبن. الاول دلوقتي اهوت هناخد كوبايه نملاها دي عشان هنسقي بيها الجاتوه من على الوش اهي. دي كوبايه اهي وهنركنها بقى في التلاجة. دلوقتي هناخدنا الكوبايه اهيت اللي احنا خدناها هنحطها في التلاجة لان هنسقي بيها الجاتوه. وهناخد بقيه الخليط اهو هنضرب عليه البيضتين اهم. نزلنا البيضتين وهننزل على البيضتين بكيس الفانيليا اهو ونرجع نضربهم تاني في الخلاط. ويا جماعه الخليط اهوت بعد ما حطينا عليه البيضتين والفانيليا وضربناه هننزل فيه اهو ببوله علشان ننزل عليه بالدقيق اهوت. وهننخله برضو مره كمان علشان يطلع الهواء بتاعه كله. وهقلب اهو في اتجاه واحد وهنزل بالدقيق واحده واحده كده وانا بنخل اهوت. وكله التقليب في اتجاه واحد اهو. طبعا يا جماعه الخليط اهو زي ما انتم شايفينه بالشكل دوت اهو. دهنا طبعا دهنا الصينيه نقطه سمنه ورشه دقيق عشان ما تلزقش. والخليط اهوت بعد ما حطينا الدقيق والبيكنج باودر على الخليط اللي احنا عملناه. دلوقتي يا جماعه اهي بعد ما نزلناها في الصينيه الشكل بتاعها اهو. وهنسيبها مثلا زي ساعه ترتاح وبعدين نحطها في الفرن. وبعد ما تطلع من الفرن هنسقيها كوبايه الخليط اللي احنا ركناه. دلوقتي يا جماعه ديت انا عاملها بالكريم كراميل. في ممكن تعمليها بقهوه سريعه الذوبان، هتحطي معلقتين قهوه على الخليط بدل الكريم كراميل. ممكن تعمليها بالكاكاو وتحطي برضو عليها معلقتين بالكاكاو. لكن الكاكاو ما بيتحطش في التلاجة لان الكاكاو بيتقل الخليط وبيخليه جامد اصلا. لكن الكريم شانتيه او بالقهوه سريعه الذوبان هما اللي بيتحطوا في التلاجة. هندخلهم الفرن ونرجع بعد الفرن نشوف الشكل العام ونكمل معاكم. دلوقتي يا جماعه هي بعد ما الصينيه طلعت من الفرن اهي بالشكل اللي انتم شايفينه ده هنسيبها تبرد شويه
وبعدين نخرمها بالخله ونسقيها الصوص اللي احنا عاينينه، الكوبايه اللي احنا عاينينها. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ تالت يوم رمضان معانا، لازم نظهر بقى نعمل لكم اي حاجه حلوه كده. فزياد ابني طلب حاجه حلوه من باباه، بابا بقى عمل له حاجه حلوه، شوفوها معانا. طبعا هو النهارده قال لي يا بابا احنا عايزين حاجه حلوه بقى، مش كل يوم لحمه وفراخ. قلت له يا زياد انا هعمل لك النهارده حاجه حلوه اسمها جاتو شاتو. هي طبعا زي ما انتم شايفينها قدامكم اهيت، هي لها طريقه انا منزلها على القناه بتاعي يا جماعه. هي بعد ما طلعت من الفرن قدامكم اهي، هنجيب خله ونقعد نخرمها كده زي ما انتم شايفين اهو، علشان العصير او الصوص الكوبايه اللي احنا شلناها تنزل في جوه التورتايه نفسها اهي. وبنقلب اهو يا جماعه. كوبايه الخليط اللي احنا سيبناها علشان نساوي على وشها كده زي ما انتم شايفين اهو. ودي يا جماعه اهيت بعد ما نزلنا بالكوبايه اللي كنا عاينينها من الصوص بتاع اللي احنا كنا ضاربينه في الخلاط وكبينا عليها وحاطين عليها السكر بتاع الكريم كراميل اللي عامل الرسمه اللي فوق على الوش اللي انتوا شايفينها ديت اهيت، اللي انتوا قدامكم دلوقتي. ودلوقتي هنقطع منها حته اهيت نشوف شكلها ايه من جوه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. اهيت يا جماعه اهي حته اهيت، شوفوا شكلها وجمالها اهي زي الجاتوه بالظبط اهي. شوفوا الشكل العام. طبعا يا جماعه دي شكلها اهيت بعد ما اتقطعت وعليها الصوص. شايف الصوص كمان نازل عليها من الجناب اهي. وشوفوا جمالها وشوفوا شكلها من جوه اهيت، شكلها روعه وطبعا طعمها كمان والشكل العام بتاعها. دلوقتي هندوق الست ام احمد، ناخد حته كده اهي ونعوز بقى الصوص كده او نسقيها بالصوص وندوق ام احمد. والست ام احمد هتقول لنا ايه رايها. جميله، تسلم لك يا بابا، جميله بجد. ودي كانت الراعي الرسمي لثالث يوم رمضان، والطريقه بتاعها موجوده على اليوتيوب. وكل سنه وانتم طيبين، ونشوفكم في عمل جديد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. حاجه حلويات ام احمد اللي هتبدع فيه المره الجايه ان شاء الله. حتى احمد ابني بيقول لي يا بابا انا كمان عايز اعمل حلويات. قلت له ماله يابا، ما خلاص بقى خش. كل سنه وانتم طيبين ونشوفكم على خير ان شاء الله. على خير. الله الله الله